السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث. في البداية هناخد فرانسيس بيكون والمنهج العلمي المعاصر. عايزين نعرف الأول يا شباب إيه اللي خلى فرانسيس بيكون يعمل المنهج بتاعه. هنلاقي إن فرانسيس بيكون أدرك الحاجة لمنهج جديد أو أداة جديدة للكشف والاختراع تحل محل منهج أرسطو القديم، ورفع شعار إن المعرفة قوة. وقدم بيكون رؤيته للمنهج من خلال التمييز بين جانبين، جانب إيجابي والجانب السلبي. هنشرح دلوقتي الجانب الإيجابي والجانب السلبي، بس هناخد صورة عامة ليهم كعناوين. هنلاقي إن عندنا إن المنهج العلمي عند فرانسيس بيكون بينقسم لجانبين، جانب سلبي أوهام جنس، أوهام كهف، أوهام السوق، وأوهام المسرح. الجانب الإيجابي اللي هو جمع المعلومات، تحليل المعلومات، وبلوغ الحل والقانون. وعرفنا إن بيكون أدرك الحاجة المنهج جديد للكشف والاختراع بيحل محل اللي هو الإرجانون اللي هو محل منهج أرسطو القديم. وقدم بيكون هنا رؤيته للإرجانون الجديد من خلال التمييز بين منهجين اللي هو الجانب السلبي والجانب الإيجابي. هناخد الأول الجانب السلبي. أول حاجة عندنا في الجانب السلبي اللي هي أوهام الجنس. أوهام الجنس أخطاء عامة بيقع فيها الجنس البشري بحكم طبيعته الناقصة اللي خاصة بالبشر. جميع البشر هنا بيفضلوا التركيز على الأدلة اللي بتؤكد وجهة نظرهم رغم وجود أدلة عكسية. ومن الأمثلة لهذه الأخطاء عندي التسرع في الحكم والتوصل لأحكام عامة دون أي أساس متين. تاني حاجة الحكم على شخص من أول لقاء ومن خلال الانطباعات الأولى. طيب تاني حاجة عندنا اللي هي أوهام الكهف. أوهام الكهف دي أخطاء فردية نتيجة التأثر بالتكوين الخاص للفرد وثقافته وتربيته ومهنته، بحيث يعمل فرد عما يتنافى مع الميول اللي اتربى عليها في جماعته أو خاصة بمهنته. مثال على كده زي الطالب المدخن اللي بيعتقد ان التدخين ده رمز الرجولة حسب ثقافته وبيئته، وقد يتعصب مشجع لناديه ويعظم بعض الرجال صفات الذكر مقارنة بالأنثى، فدي بنسميها أوهام كهف. تالت حاجة عندنا اللي هي أوهام السوق، ودي أخطر أنواع الأوهام، لأن اللغة هنا تعتبر الأداة اللي بننقل بيها أو بيعبر الإنسان بيها عن أفكاره وبينقل أفكاره وبيتواصل بيها بين الناس، فاللغة هنا هي أداة التعبير. فبتنشأ هذه الأوهام نتيجة عيوب اللغة أو غموضها وعدم وضوحها، مما قد ينهي الكثير في المناقشات بخلافات ناتجة عن عدم الاستقرار لتعريفات محددة لكل لفظ. زي بالظبط كده لغة الفرانكو المنتشرة بين الشباب اللي بتؤدي لكثير من الأخطاء في التواصل بالذات في شبكات التواصل الاجتماعي. تاني حاجة الألفاظ اللي بتحتمل أكتر من معنى أو تغير معنى اللفظ من جيل لجيل. رابع حاجة عندنا اللي هي أوهام المسرح. الأوهام دي هي أخطاء من التأثر بالنظريات والمذاهب السابقة، وبتفرض هذه النظريات نفسها على العقول بسبب انتشارها واللي حققته من مكانة وشهرة بين الناس عبر الزمن. زي مثلا مهاجمة أفكار جاليليو السليمة لمجرد إنها بس بتخالف أفكار ودعوات أرسطو، مثلا حول دوران الأرض حول نفسها. يبقى احنا كده خدنا الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي، هنلاقي إن الجانب الإيجابي عندنا بينقسم عندي ل3 خطوات. أول حاجة عندي الملاحظة وجمع المعلومات. تاني حاجة عندي ترتيب المعلومات ب3 قوائم. تالت حاجة تحليل البيانات الواردة بالقوائم. رابع حاجة تفسير الظاهرة اللي هو بنسميها بلوغ القانون. يبقى أنا عندي الجانب الإيجابي عندي بنقسم عندي ل4 خطوات. لو احنا خدنا أول خطوة اللي هي الملاحظة وجمع المعلومات، احنا هنا بنلاحظ الظاهرة وبنجمع معلومات حواليها. تاني حاجة بنرتب المعلومات دي ب3 قوائم. أول قائمة عندي اللي هي قائمة الحضور اللي هي بتجمع الظواهر فيها الصفة أو بتوجد الظاهرة فيها وبتبقى باينة الظاهرة فيها الصفات الخاصة بيها. قائمة الغياب اللي هي بتجمع الظواهر التي لا توجد فيها الظاهرة أو بتغيب عنها الظاهرة أو الصفة. قائمة التفاوت اللي هي بنسميها التدرج أو التفاوت اللي بتبقى الظاهرة فيها يا شباب متفاوتة بدرجات معينة سواء زيادة أو نقصان. لو احنا حاولنا نطبق الكلام ده على القوائم هنلاقي مثلا في قائمة الحضور هنلاقي مثلا كل الحالات اللي بتظهر فيها الظاهرة وليكن مثلا ضوء الشمس بنسجلها. تاني حاجة مثلا قائمة الغياب بنسجل الحالات اللي بتغيب فيها الظاهرة زي مثلا ضوء القمر. تالت حاجة مثلا قائمة التفاوت بنوضع الحالات اللي بتتفاوت فيها الظاهرة زي حرارة الشمس في ساعات مختلفة من النهار وغيرها. تالت قائمة عندنا اللي هي تحليل البيانات الواردة بالقوائم، بنحلل البيانات اللي وردت عندنا ونحطها في قوائم. رابع حاجة اللي بنوصل لها اللي هي تفسير الظاهرة اللي بين قوسين بنسميها بلوغ القانون.